المرة هذه المؤتمر مش يتعمل في المنطقة العربية. علاش هذا مهم برشا؟ مثل ما تعرف، هذه هي المرة الثانية طوال تاريخ الاتحاد الممتد على 77 عام التي يعقد فيها هذا المؤتمر في منطقتنا، وتمثل استضافتنا لهذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على تنوعنا البيولوجي الغني وإرثنا الثقافي العريق، ودور دول المنطقة القيادي في حماية الطبيعة ومواجهة تحديات المناخ. هذا إلى جانب أنها تعد فرصة ثمينة للترحيب بالعالم والتأكيد على أن الطبيعة جزء أصيل من هويتنا. كيف تفكر في المؤتمر هذا؟ شنو هي أهم الأولويات أو النتائج اللي تتمنى توصلوا لها؟ نواجه اليوم أزمات مترابطة مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يجعل العمل التحولي العاجل وعلى نطاق واسع أكثر ضرورة من أي وقت مضى. ويشكل هذا المؤتمر فرصة لرفع الطموح وتسريع العمل الجماعي لتعزيز توازن الإنسان والطبيعة، وفرصة أيضاً لوضع الطبيعة في صميم صنع القرار ودفع خطوات عملية تتجاوز حدود المؤتمر.